انا ايه اللي بكون محتاج ان انا بعد كده اشتغل عليه، او ايه الكي بي ايز ان انا كحد شغال في الساس از بيرفورمانس او از جروث ماركتير بكون شغال عليه. طيب اهم حاجه ببقى فاهم ان انا والله الموديل بتاعي شغال على فري بلان، شغال على فريميوم، فانا محتاج ان انا ابدا ابوش على البلانز المدفوعه. طيب ان انا هنا محتاج ان انا اشتغل على ابجريد ريت والكونفرجن ريت بتاع الفري بلان والحاجات دي عشان خاطر ادخل ريفينيو اكتر ليا، لان انا خدت الناس خلاص من مرحله الاكتيفيشن، من مرحله الاكوزيشن، مرحله الاكتيفيشن، عاوز اخليهم في مرحله الريتنشن وابدا اكسب منهم في مرحله الريفينيو. طيب اللي انا بشتغل عليه بقى في الفتره دي في المرحله دي ايه بالظبط؟ حاجه اسمها اربو. والاربو دوت مصطلح مشهور قوي في الساس. هو مصطلح بيعبر عن الافريج ريفينيو بير يوزر، كل يوزر بيدفع قد ايه من الفلوس اللي بتخش لي. فانا لازم اكون عارف الاربو عندي كام بير يوزر، عشان في الاخر زي ما كنا بنتكلم لو انا شغال فور اكزامبل مانوال، وانا كنت شغال في اندستري كبيره جدا بنصرف فيها اعتقد 250 الف ريال في الشهر او لو مش اكتر، واحنا شغالين مانيوال، اللي في الاخر كنا بنجيب الاربو ازاي؟ والله انا عندي نمبر اوف يوزر، النمبر اوف يوزر دول بيطلع منهم 50% 20% وات ايفر الرقم بيطلع منهم اكتيف بلان، بقسم دوت على دوت عشان في الاخر اجيب متوسط الاربو، انا مش محتاج اكتر من كده. ففور اكزامبل انت هنا بتبدا تشتغل الاربو دوت ازاي؟ انا والله مثلا اخليها، لو الناس بتشتغل في الفري بلان وزي ما كنا بنقول مثلا في سله يا ربي في ايزي اوردر او في اوتو الشركه اللي انا كنت فيها، بياخدوا ريال، بياخدوا 20 سنت، بياخدوا 2 سنت. طيب خلاص انا عاوز اخلي الناس تعمل نمبر اوف اوردرز او تشحن معايا اكتر. طيب او انا عندي فيتشر تانية بيد، لو الناس مش هتروح للبلانز، فيتشر فور اكزامبل اعمل بيها كروس سيل، ان انت تقدر مثلا، خلينا نقول برضو عندنا في ايزي اوردر يعني منتج عظيم جدا وشغال بالظبط زي ما احنا بنتكلم بل احسن كمان، ان هو يجي يقول لك فور اكزامبل استخدم دلوقتي واتساب بيزنس، او استخدم واتساب كامبينز، او استخدم الاو تي بي بتاع الواتساب وادفع 2 دولار، ادفع 5 دولار، ادفع 10 دولار. فانا هبدا اخلي ان الاربو بتاع كل يوزر يزيد مثلا فور اكزامبل من 5 دولار يوصل معايا ل 15 دولار لنفس اليوزر. فانا الاربو بتاعي بدأ يزيد، فانا بالتالي بدأت اعلي الريفينيو بتاعي. نفس الاربو اللي احنا بنعمله دوت، احنا عندنا حاجه اسمها مانثلي ريكيرنج ريفينيو ومانثلي ريفينيو. عامه المانثلي ريفينيو والمانثلي ريكيرنج ريفينيو دوت ايه الفرق بينهم؟ ان الريفينيو اوفر اول من اليوزر الجديد واليوزر القديم اللي بيستخدمنا، هو ده المانثلي ريكيرنج ريفينيو. هو ايه الريفينيو اللي بيجي لي شهريا من الناس الكارنت يوزر، الناس اللي اوريدي عارفين الشركه اللي اسمها اكس، بلس الناس اللي عارفين الشركه جديد. فعشان ابدا اشوف البرسنتج بتاعتي من الريفينيو ازاي ومنين وابدا اشتغل عليها، هل ابدا اشتغل على العملاء القديمه في الاربو بالشكل ده؟ طيب ولا اخلي العملاء الجداد لما يجوا يخشوا اعمل لهم تيستنج اصلا على، بدل ما اوديهم على هوم بيج فيها فري بلان، طب ما تيجي تيست اصلا واوديهم على بلانز على طول. ودوت حصل وبرده كان افكتيف، ان انت بتيجي تلاقي ان لو خدت 1% بس من العملاء اللي راحوا الفري بلان دول وما وريتهمش ان عندك فري بلان ووريتهم للبلانز، في ناس بتاخد اكشن معاك لو انت وريته فعلا الفيتشرز الكويسه اللي انت شغال بيها. طيب انا بعرف الفيتشر اللي احنا الافكتيف منين؟ ان احنا اوريدي عارفين الفيتشرز يوز، انا عارف معدل استخدام الفيتشرز مع كل يوزر، فهبدا اخد التوب 3 دول اعمل بيهم كونتنت بديفرنت انجلز، واروح رايح عامل بيه الكونتنت دوت كامبين مطلع على البلانز، عشان في الاخر اعلي ايه؟ اعلي الاربو بتاعي بتاع اليوزرز الجداد اللي داخلين. طيب عندنا بقى حاجه كمان اسمها انوال ريكيلينج ريفينيو. الانوال ريكيلينج ريفينيو ده نفس الكلام، في منه انوال ريفينيو اوفر اول الجديد بالقديم، والناس اللي مكمله معايا بقى لهم سنه، او الناس اللي معايا من السنه اللي فاتت وكملت معايا السنه دي، فانا عاوز اعرف الناس دي حطوا لي فلوس قد ايه تاني، والناس الجداد اللي جولنا ثرو السنه دي عملوا نمبر اوف اوردرز، نمبر عملوا ريفينيو قد ايه. طيب نفس الكلام هنتكلم على اللايف تايم فاليو او الكاستمر لايف تايم فاليو، ان هو والله انا ايه القيمه اللي اليوزرز دول بيدخلوها، القيمه اوفر اول فور اكزامبل اللايف تايم فاليو بتاعت اليوزرز، عشان اوصل لحاجه اسمها اصلا كاك ريشيو. الكاك ريشيو دوت ان انا في الاخر عاوز اعرف انا بصرف فعلا كام
عشان خاطر لا يا ربي، انا الايه انا بيجي لي فعلا كام، واقسمه على الكاك بتاعي اللي انا صرفته في الاول خالص، عشان اشوف كل يوزر اكشوال بيجيب لي قد ايه في بقى ايه في الفاليو بتاعته.